عمرك ركبت العربية وحسيت إن في حاجة مش مظبوطة من غير ما تبقى عارف إيه هي؟ الموضوع كله في الدقيقة اللي قبل ما تسوق، بتفرق أكتر من المشوار كله. قبل ما تركب وتسوق خد لك لفة كده بسيطة حوالين العربية وحاول تلاحظ لو في أي اختلافات. شوف الكاوتش لو واطي عن الطبيعي، شوف لو في أي تسريب ولو بسيط، أي حاجة واقعة تحت العربية، شوف الفوانيس بتاعتك، أي حاجة أو أي ملاحظة مختلفة عليك ما تطنشهاش. طيب ركبت العربية، سمي الله كده وقول دعاء الركوب وابتدي يلا شغل الموتور. ولازم تشغل عربيتك بالطريقة الصح، أنا كنت عامل لك بيها شورت. شو روح شوفه بسرعة وتعالي، هتلاقيني سايبه لك فوق في الكارت. أهم حاجة إن أنت ما تستعجلش وسيب العربية شغالة ثواني كده، وبالذات في الشتاء. وابدأ ركز في الصوت في الوقت ده، سواء صوت الموتور أصوات العربية عموما، هي اللي بتقول لك أي حاجة لو في علامة تحذيرية ولا حاجة. علشان ما تزهقش في الثواني دي، ظبط كرسيك، ظبط المرايات قبل ما تتحرك مش وانت ماشي. طول ما انت مرتاح تركيزك كله هيبقى على السواقه وانت ماشي. وبص بعينك بالمره كده على التابلو، لو في اي لمبه منوره غير اللي انت متعود عليهم او حاجه لازم تبقى فاهم معناهم وما تتجاهلش اي حاجه فيهم. طيب لو المشوار بتاعك طويل، عايزك بقى تتاكد ان البنزين اللي معاك كفايه. كمان اتاكد ان مستوى الميه بتاعتك مظبوط في القرب. الحاجات الصغيره دي صدقني بتوفر عليك اعطال كتير. بدات تتحرك خلاص، خلي اول 5 دقايق سواقه دول خليهم على مهلك خالص، لا بنزين تقيل ولا فرامل مفاجئه. العربيه في الوقت ده بتكون لسه بتسخن، واحده واحده بتدي لك افضل احساس بعد شويه. في الاخر خليك فاكر بس حاجه، ان العربيه اللي متظبطه بتخليك طول ما انت سايق بتخليك مطمن حتى لو الطريق زحمه. ارجو منك ان انت ما تتجاهلش الدقيقه ولا الدقيقتين دول، لان خلي بالك الحبه دول اللي بيفرقوا في يومك كله. اتمنى لك دايما السلامه، وان انت تبقى في حفظ الله دايما ورعايته. ولا تنسى ان انت تشترك ولا تنسى اللايك، وابعت الفيديو ده لاي حد يهمك ان هو يعرفه قبل ما يسوق.